النهارده بقى فكرت اعمل اكله سريعه، فقلت اعمل كفته داوود باشا، ودي من اسرع والذ الطرق اللي تقدري تعمليها لو انت مستعجله او جايه من الشغل وعاوزه تعملي اكل سريع. فانت لازم تجربي الطريقه دي. هعمل معاكي كفته داوود باشا بطريقه سهله خالص، وهتطلع معاكي، صدقيني صدقيني هتطلع معاكي طعمها حلو جدا، وهتعتمدي الطريقه دي. تعالي نشوف الطريقه بتاعتنا. اول حاجه عندي نص كيلو من اللحمه المفرومه، هحط عليه معلقه صغيره من الفلفل الاسود المطحون، ونص معلقة صغيرة من جوز الطيب المطحونة، ومعلقة كبيرة ممسوحة من الملح. وعندي بصلاية وسط ببشرها على المبشرة اليدوية واصفي منها المية. وعندنا كمان نص معلقة كبيرة من الثوم الفريش المفروم، بينقل الكفتة لحتة تانية خالص. وعندي حزمة بقدونس، هاخد الورق واقطعه قطع صغيرة وما تاخديش العيدان خالص. وعندي كمان 4 معالق كبار مليانين من البقسماط المطحون. وممكن تعملي ميكس بين البقسماط والدقيق، تحطي معلقتين كبار من البقسماط وعليهم معلقتين كبار من الدقيق عشان يمتصوا اي سوائل في الكفتة. وتبتدي بقى يا ست الكل تعجنيها عجنة كويسة، يعني لازم تعجنيها لمدة 5 دقايق عشان كل المكونات اللي حطيتيها على اللحمة تندمج مع اللحمة، ويبقى كل المكونات خليط واحد. انا قعدت اعجن فيها لمدة 5 دقايق. عجنتها كويس زي ما انتوا شايفين. هجيب بقى الصينيه، واجيب، ما تدهنيش الصينيه اي حاجه، وتعملي الكرات المقاس اللي انت عايزاه وترصيهم جنب بعض، وما تخليهمش مزنوقين على بعض عشان ما يلزقوش في بعض. انا هنا حطيتها في الصينيه عشان هدخلها فرن البوتاجاز على درجه حراره 200 على الرف الاوسط لمده بالظبط 10 دقايق. ما بتاخدش معايا اكتر من كده. عاوزه تحمريها بقى على الطاسه، في الطاسه على البوتاجاز عادي، مفيش اي مشكله. بس انا الصراحه حبيت ان انا ادخلها الفرن احلى يعني. بس انت لو مش عاوزه تدخليها الفرن عادي مفيش اي مشكله. حمريها في الطاسه بقطعه زبده او بشويه سمنه صغيرين. النص كيلو عملوا لي الكمية دي، وفي كمان 5 قطع من الكفتة تاني. تعالوا بقى ندخلهم الفرن، وتعالوا ايه نعمل الصلصة بتاعتنا. جبت معلقة كبيرة من الزبدة، يعني معلقة كبيرة مليانة كده من الزبدة، وحطيتها بقى في الصينية وشغلت البوتاجاز على درجة حرارة متوسطة. أول ما الزبدة ساحت نزلت بمعلقة كبيرة من الثوم الفريش المفروم، معلقة كبيرة مليانة. وممكن تستبدلي الزبدة بأي نوع سمنة عندك، تمام كده. وتبتدي تقلبي بقى في الثوم لغاية ما الثوم ياخد اللون الذهبي. طريقة سهلة جدا صدقوني، ما فيهاش أي تعب. الثوم خد معاكي اللون الذهبي ده، على طول تكوني مجهزة 3 كوبايات من عصير الطماطم. تجيبي الطماطم وتغسليها وتقطعيها وتفرميها كويس جدا في الخلاط. وبعد كده تروحي جايبة منها 3 كوبايات مليانين كده وتحطيها على على الثوم. بعد كده عندي معلقة صغيرة من الفلفل الأبيض المطحون، ومعلقة صغيرة من البابريكا، ومكعب مرقة. أنا على فكرة المكعبات المرقة أنا عاملاها في البيت، ممكن تدخلوا القناة وتشوفوها. وعود من القرفة، والملح، حطيت الملح حسب ما انتوا بتحبوا بقى تحطوا الملح. وتغطيها بقى وتسيبيها على درجة حرارة متوسطة لغاية ما تتسبك معاكي خالص. بعد ما تتسبك بقى يا ست الكل تدوقيها، عاوزة تحطي شطة، عاوزة تحطي نوع معين من التوابل، براحتك. بعد ما تسبكت هنبتدي بقى نشيل عود القرفة، ونبتدي بقى نجيب الكفتة بتاعتنا من الفرن. هتلاقوا الكفتة بتاعتنا في الفرن الصراحة بقت متماسكة وشكلها حلو جدا. ده كمان الكاميرا مش مبينة اللون كويس، الصراحة بقت حلوة جدا. هنبتدي بقى نجيب الصلصة، ونروح حاطين الصلصة كلها على الكفتة وتدخليها فرن البوتاجاز على درجة حرارة 200 وتسيبيها لمدة 10 دقايق. أول ما تلاقي بقى الصلصة دي قعدت تغلي مع الكفتة، بعد 10 دقايق تطلعيها وتقدميها بقى مع شوية رز. أكلة سريعة جدا، يعني انت بتدخليها الفرن وبتكوني بتجهزي الرز بتاعك، ما بتاخدش وقت خالص. مجرد ما بتطلع من الفرن بيكون الرز بتاعك استوى. أكلة سريعة ومفيش أحلى من كده. بجد بجد جربوها، بلاش تحكموا على حاجة غير لما تجربوها. وبألف هنا مقدما. وشايفين أول ما طلعت من الفرن حاجة كده من الآخر، بجد طعمها حلو جدا، خرافي، طعمها حلو جدا. كمان الكفتة طعمها حلو جدا، والصوص طعمه حلو جدا. زي ما قلت لكم جربوها بس وقولوا لي رأيكم في التعليقات. وبألف هنا مقدما. ويا ريت تعملوا لي متابعة كده للقناة، وتعملوا لي لايكات كتير وشير كتير. وبألف هنا مقدما. يعني دي من ألذ وأسرع الطرق اللي أنا بعملها لما برجع من الشغل أو ببقى عاوزة أعمل أكلة سريعة للولاد. في الصراحة باجي هلكانة، فما فيش أسرع
من الأكلة دي. كفتة داوود باشا خفيفة طعمها حلو جدا، ومعاها شوية رز وشوية سلطة، طعمها حلو جدا. جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات، وبألف هنا مقدما. وكانت معاكم ليلى من قناة مطبخ بألف هنا مع ليلى.